السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بُص هاقول لك من الآخر، مش من الأول ولا من النُص، لأ من الآخر. الموسم ده بتاع نادي الزمالك في الصفقات يا يبقى أجمد موسم ممكن تشوفه في حياتك، يا يبقى أفشل موسم ممكن تشوفه في حياتك. هي ما فيهاش رمادي، يا أسود يا أبيض، وإن شاء الله بنتمنى إن الموسم ده يكون أفضل موسم للزمالك في الصفقات. صباح الخير وصباح الجمال على كل إخواتي الغاليين، كل أصدقائي الأعزاء، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة، في أحسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل ما دار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاوية مهمة جدًا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلًا وليس أمرًا. دوس لايك نبدأ أخبارنا النهارده. ومبدئيا كده نبيل عماد دونجا جاله عرض من الوصل الاماراتي، لكن اداره نادي الزمالك رافضه اي عروض حاليا في ظل ما احنا اصلا عندنا نقص في قائمه نادي الزمالك، فازاي هنبيع او ازاي هنفرط؟ ده اول خبر معانا. تاني خبر معانا احمد حسام ميدو. مش خالد غندور طلع وقال ان احمد حسام ميدو بيتفاوض مع اداره نادي بيراميدز للحصول على خدمات لاعبين من نادي بيراميدز، وقال لك ان كان في اتنين بيلعبوا امبارح في مباراه المنصوره الكلام عليهم، بس بيراميدز عايز يطلعهم اعاره ولسه مش متفقين دلوقتي ولا في الموسم الجديد. ايا كان هقول لك على اسم الاثنين وما تتفاجئش. ميدو رشح الاثنين دول رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي عشان مش بيشارك، رمضان صبحي عشان يداوي موضوع اشرف بن شرقي. لكن عايز اقول لك حاجه، بعيد عن بقى هو ممكن يجي او ما يجيش واحد زي رمضان صبحي، انا ارفض تماما رمضان صبحي قولا واحدا. لكن عبد الرحمن مجدي انا بحبه من الاول، من ايام ما كان في الاسماعيلي، موهبه كبيره جدا، كان نفسنا نخلص فيه من زمان ونخلص، لكن الفلوس بتكسب والقرش صياد، والقرش مع بيراميدز والاهلي كمان. لكن صدقني حاليا نادي الزمالك معاه فلوس، في قرش. هقول لك ليه وازاي في الكلام اللي جاي. لكن الاول برضه تعالى اقول لك ان المنافسه تشتعل على محمد شريف بين الزمالك ونادي بيراميدز، بين الزمالك ونادي بيراميدز. انا هقول لك على اللي فيها عشان ننهي الجدل وننهي الكلام. الاهلي خلاص مش عايز محمد شريف يبقى انسحب من صفقه محمد شريف، المقابل المادي هو اللي هيحسم صفقه محمد شريف. نادي بيراميدز عرض جامد يكاد يكون يوصل لقرب ال 50 مليون جنيه في الموسم لمحمد شريف. هل اداره نادي الزمالك تقدر توفر المبلغ ده؟ مع اني شايف ان انا عندي ناصر منسي، عندي سيف الدين الجزيري، عندي حسام اشرف، مش مستاهله ادفع مبلغ كبير في محمد شريف. لكن انا بقول لك على اللي بيحصل واحده واحده وبالنص وبالتفصيل. ندخل بقى سريعا كده على صفقه الموسم هتبقى بالنسبه لي وبالنسبه لكل الزملكاويه، وهقول لك ايه اللي بيتم كمان فيها بالتفصيل. صفقه عادل بولبينا. عادل بولبينا نجم كبير جدا، صغير السن كبير المقام في كره القدم، صاحب ال 21 عام يا جماعه، هداف الدوري الجزائري، فريق برادو الجزائري، مش اول الدوري ولا تاني الدوري ولا تالت الدوري هناك، ده الرابع، والجناح بتاعه هو هداف الفريق، مسجل 12 13 هدف في حوالي 15 مباراة. لاعب جامد جدا، لاعب اصلا انت لو جبته تقدر تستثمر فيه بعد كده. هقول لك على اللي بيحصل بالظبط. بعيد عن ان رئيس النادي بتاعه طلع وقال ان نادي الزمالك عرضه اكثر جدية في المفاوضات، وان احنا هنبص في العرض بتاع نادي الزمالك وهنقرر، وان نادي الزمالك فاوض النادي ده 3 مرات. انا عايز اقول لك حاجه، ان نادي الزمالك بجد مش كلام، انا مش بقول لك كلام بقى، انت عارف ان انا مختلف جدا مع مجلس اداره نادي الزمالك، وانت مش هتختلف مع مجلس اداره نادي الزمالك اكتر مني يا عم، احنا زي بعض. لكن بجد كل من هو زملكاوي سواء في لجنه الكوره او لجنه التعاقدات ديت او لجنه ال الموجوده ديت اللي هي لجنه المستشارين اللي بيستشاروا الناس على الصفقات والكلام ده، وكل حد داخل في الموضوع مستعد يساهم في صفقه بولبينا. لك ان تتخيل ان عرض نادي الزمالك هو اكبر عرض عربي وصلهم الى الان، لكن هم عشمانين في مبلغ كبير. انت عارف هم عشمانين في كام؟ اسمع مني، في 3 مليون دولار من اوروبا، بس ما عندهمش عرض لغايه دلوقتي، فمش عايزين اسمع مني بقى، فمش عايزين يقولوا للزمالك لا وهو عرض الزمالك الاقوى عربيا. يا رب الصفقه تتم على خير، ما تبخلش وادفع، والله لاعب هيخدمنا من هنا لسنين قدام. الزمالك يقترب
خلصت خلصت، ما خلصتش ربنا معانا بقى يعني. بص الدنيا متصعبه من كل يمه، مش عارف ليه، ما اعرفش والله العظيم، ما انا عارف، بس عرض الزمالك جامد يتوافق عليه. انا مش عايز اقول لك ان عرض الزمالك وصل لقرب ال 2 مليون دولار معاهم. ايوه بجد، ما بقولش كلام. حد بيقول لي بقى هو هيجيب فلوس منين، مش عارف ايه، ازاي الكلام ده كله؟ لا، سواء في مبالغ في خزنه نادي الزمالك، سواء رجال الاعمال هيساعدوا. ما انت ما دفعتش كتير، فلما تحط في لاعب تقله ذهب يبقى انت كسبان. جيلسون دالا، كلنا سمعنا المدير التنفيذي عندهم او المدير الرياضي سوري هناك في الوقرة القطري، وقال لك كلمتين يضحكوا وبمعنى اصح يحزنوا. قال لك الزمالك قال لك انا عايزه ببلاش بدون مقابل، وقال لك مفيش حاجه في الزمن ده ببلاش، لكن اللي عايز لو ياخده ببلاش رئيس النادي الاهلي. الزمالك كان عايز ياخده عشان يدفع بس الفلوس، الراتب بتاعه. على العموم اداره الزمالك لما عرفت ان هو ممكن يطلع اعاره 6 شهور، هيحاولوا انهم ياخدوه اعاره، لكن ما بقاش هو الخيار الاول عندهم. هيشوفوا حد دنيته احسن. لكن اللاعب ده لو جه يا جماعه مع عادل بولبينه، انسى الكلام. موسم بالنسبه لك هيبقى موسم استثنائي والله، في الصفقات وفي الاداء وفي كل حاجه. نتمنى ان اللاعب ده يتم التعاقد معاه هو كمان. لاعب حريف، لاعب كبير. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ لو جيت اكلمك سريعا ان نادي الزمالك مازال بيدور على مدافع اجنبي، مازال بيدور على مدافع اجنبي، واتكلمنا في الحلقات اللي فاتت، ولسه الزمالك ما شالش ايده من الموضوع. لو قلت لي انت عايز حد بديل للاعيبه اللي انت ذكرتها دي، مين؟ اقول لك عايز معاذ الضحاك. بجد انا الولد ده دخل دماغي برضه. فنتمنى يا رب ان الصفقات تطلع كويسه وتطلع تمام التمام وتبقى سوبر لنادي الزمالك. اسامي لعيبه في الجول. طيب استاذ معتز الشامي طلع قال ان الزمالك لو ما خلصش صفقه دالا ايه اللي هيحصل؟ قال لك انسوا اي حاجه، وان مجرد الكلام عن الصفقات ده كلام للتهدئه. انت بتتكلم عليهم كده اهو، وطلعت متاخر قوي بتتكلم في الكلام ده، بس انت الوردي اللي انت فرشته لنا على الارض وقعدت تقول لنا الدنيا وربيع والجو بديع واداره الزمالك دي هتبقى اداره تانيه، وقعدت تتكلم كلام كتير كويس عليهم. ايه رايك؟ ايه اللي بيحصل؟ مش عارف، مش لا تعليق. احنا ما شفناكش. انت ما بتطلعش لايف تتكلم كده وتقعد تقول وتعيد ودول غلطانين وده غلطان وده مش شغال وده ما يستحقش وده لوم كبير جدا عليك. مش هطول اكتر من كده في الكلام على حضرتك يعني، مع احترامنا للجميع. ايه تاني؟ الزمالك شايف ان الفلوس اللي ممكن، اسمع مني بقى، تدفع. انا بعرفك الفلوس جايه ازاي. اذا كان زيكو مطلوب فيه 70 مليون او 75 مليون، واذا كان البنوبي كذلك، واذا كان فلان كذلك، لا طب ما انا اوفر الفلوس دي واجيب صفقتين ثلاثه بالخمسه اللي انا ممكن العب بيهم. ما احنا ياما بنقول انا ممكن اجيب صفقتين بمقام 10 بدل ما اقعد اجيب 10 صفقات على الفاضي وخمس صفقات على الفاضي. ننتظر الصفقات. والله انا متفائل خير. لو ما حصلش الخير لينا كلام تاني. الكلام اللي بيقال الى الان ان ممكن القيد المصري يتمد لغايه يوم 28، او يمتد يعني لو بنتكلم باللغه العربيه الفصحى ليوم 28 فبراير زي القيد الافريقي. لسه مش مؤكد بس وارد. انا قلت لك في الاول المفروض الاتحاد المصري يعمل كده، ما يبقاش القيد الافريقي 28 فبراير وانت تيجي تعملها لي لغايه 8 فبراير. بس في حاجه هنا، هل لو المنافس مخلص صفقاته واستكفى هتمد القيد، ولا هتمد القيد عشان المنافس لسه ما استكفاش؟ اتمنى انها ما تتحسبش بالمعيار ده. اتمنى انت لو عاوز تمد القيد من دلوقتي مده من اليوم اللي احنا بنتكلم فيه ده، ماليش دعوه مين خلص ومين ما خلص. ولو مش هتمد القيد قول مش همد القيد من دلوقتي. ولازم اداره نادي الزمالك تسال اتحاد الكره المصري ايه اللي بيحصل، هتمده ولا مش هتمده، عشان برضه نظبط ليلتنا ونظبط دنيتنا والدنيا تبقى تمام. والف سلامه على حمزه المسلوسي، خلاص الحمد لله عمل عمليه الرباط الصليبي، وحاليا العمليه نجحت على كلام الدكتور محمد اسامه. طيب مش هلاك متضايق. اداره الزمالك عرضت عليه 60% من مستحقاته ورفض. خلاص رفض، قال لك انا عاوز 100%، وطلع خلاص بيتصور
صور نفسه وهو بيتدرب منفردا بعيدا عن التدريبات الجماعيه عشان يشتكي في الفيفا. اداره الزمالك ردت على الكلام ده وقالت ان جروس هو اللي عمل كده، جروس هو رايه كده، مش عاوز الراجل معاه في التدريبات، فاحنا ملناش يد ولا دخل في الموضوع. ده كان بخصوص كونراد ميشيلاك. طيب في حاجه بقى عاوز اعرفك، اسمع مني الكلمه دي كويس قوي، انا عنتها لك في الاخر اهو. كابتن حسين لبيب هو اللي تولى حاليا بنفسه بس ملف كره القدم، بعد خروج طبعا احمد سليمان وحسين السيد وفلان وعلان. وحاليا عمل اجتماع امبارح مع الناس اللي هي موجوده في لجنه التعاقدات واتكلم معاهم هو لوحده. معنى ان حسين لبيب يقول لك انا اللي خلاص هتكفل، يمكن عشان يجمل الصوره. ازاي؟ لما يتعاقد مع صفقات يقول لك انا شفت لما مسكت الملف عملت ايه، شفت انا لما مسكت الملف ايه اللي حصل. صدقوني انا متفائل خير، بنتمنى. احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر مش عاوزين نشمت في مجلس اداره ولا نقطع في مجلس اداره ولا الكلام ده، احنا اللي يهمنا ان اي حد يعمل الصح لنادي الزمالك. وما زلت بقولها من اول يوم لاخر يوم، اللي هيعمل صح لنادي الزمالك هنشيد بيه وهندعمه. انا ما عنديش مصلحه ان انا اقعد اطلع اقطع في حد عشان خاطر مش ماشيين كويس مع الزمالك، انا عايزك تمشي كويس مع الزمالك وندعمك. دفع مستحقات لاعبي نادي الزمالك عن الموسم الماضي في الالعاب الصالات كلها وجزء من الموسم الجديد كمان، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى ان كل المستحقات لكل العاب الزمالك يتم دفعها عشان خاطر اللعبه تعرف تركز فيما هو قادم. هنروح سريعا كده عكس التيار وعكس الكلام اللي عمال يتقال بقى، وبنتكلم في الصفقات وبنتكلم في الدنيا واللي بيحصل واللي بيتم. لا، انا هكلمك دلوقتي على موضوع مهم جدا. النادي الاهلي حاليا لسه عاوز يجيب صفقات. تمام. بعد صفقة أشرف بن شرقي كانوا بيفكروا في المهاجم أجنبي. بعد ما جابوا أشرف بن شرقي وعندهم مشكلة علي معلول، وعلي معلول عاوزين يشيلوه عشان يجيبوا مهاجم أجنبي كمان، إدارة النادي الأهلي قررت الآتي: قررت إن الصفقة الأخيرة اللي هم ممكن يتعاقدوا معاها دي تكون صفقة جناح يكون من أحسن الأجنحة اللي بتلعب في أوروبا. هما بيقولوا كده، هما عاوزين صفقه كده، مش عاوزين صفقه والسلام. بعد ما جابوا اشرف بن شرقي زي ما تقول مستكفيين، طب لو جبنا هنجيب حد سوبر. انا قلت لك الخبر ده ليه؟ عشان اعرفك ان النادي الاهلي بيبحث تماما عن الصفقات السوبر. الميركاتو بتاع الاهلي الى الان كويس وممكن يزودوا عليه. فانا كزمالك لو ما لحقتش نفسي مش هبقى ند قصادهم ولا قصاد نادي بيراميدز. مش بس كده، ده انت الموسم القادم كمان هيبقى معاهم تريزيجيه. فخلي بالك الاهلي دلوقتي عمال ينشن على الصفقات، انت ما ينفعش غير ان انت تجيب صفقات سوبر. خلونا ننتظر، النهارده 5 في الشهر، خلاص ما بقاش غير يومين خلاص وقد يتقفل لو ما تمدش من جانب اتحاد الكره المصري. هنشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم، وان شاء الله الاخبار هتبان قريبا جدا جدا جدا. لكن اسمعوا الكلام، عادل بولبينا الى الان يقترب. ده لا ممكن الزمالك يخلصه في ثانيه لو الاهلي ما تدخلش في الصفقه عند في الزمالك. انا بقول لك اهو، فيا رب ترسى على خير يا رب وتعدي على خير. كرة سلة نادي الزمالك إلى الآن ما زالوا بيبحثوا عن مدير فني. بنتمنى لهم التوفيق في الموضوع ده لأن لازم مدير فني لكرة السلة. كمان فاكرين يحيى الدرع، الله يشفيه ويعافيه، لسه مصاب طبعا. أخوه إلى الآن يقترب من نادي برشلونة، ارتدى تيشيرت الزمالك في يوم. سيف الدرع يقترب جدا جدا من برشلونة. نادي الزمالك بيطلع في كل مكان محترفين، والله في كل مكان. ربنا يوفق نادي الزمالك، امين يا رب العالمين. ويا رب نشوف صفقات السوبر، ورب بجد نهدى. لازم نتفائل يا جماعه، لازم نتفائل وان شاء الله خير. وتفائلوا بالخير تجدوه، مفيش كلام تاني نقدر نقوله. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عاش الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، لكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله القادم افضل. عاش الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم، ومن غير جمهور الزمالك اوفى جمهور في الكون.